نادي بارادو أفضل نادي في الجزائر في تكوين وتصدير اللاعبين. أكاديمية تقدر تقول عليها تبنت على أساس صحيح. إيماجيني يكونوا عندك برك 4 أكاديميات كما هذه، واحدة في الشرق وواحدة في الغرب وواحدة في الشمال وواحدة في الجنوب، راح تكون كمية مواهب وتصدير لاعبين إلى أوروبا والخليج بلا حساب. وزيد المستوى تاع البطولة الوطنية راح يطلع المستوى عالي جدا، وراح تولي تقدر تنافس كبار القارة الإفريقية. أكثر من 12 لاعب انتقلوا إلى دوريات أوروبية، خاصة الدوري البلجيكي والفرنسي، وراه عندنا واحد من اللاعبين اللي كانوا يلعبوا في نادي بارادو راه ينشط في بوروسيا دورتموند، والكلام يخص رامي بن سبعيني الذي ينشط في واحد من أعرق الأندية في أوروبا وألمانيا نادي بوروسيا دورتموند. وأيضا ينطبق على هشام بوداوي ويوسف عطال وياسين تطراوي. ياسين تطراوي هذا اللاعب الذي يدخل محل اهتمام عدة أندية أوروبية، وهشام بوداوي الذي رجحت العديد من التقارير أنه يدخل ضمن اهتمامات نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي. تطرح لي سؤال تقول لي من غير بن سبعيني ما كاش اللي يثبت نفسه في واحد من أكبر الأندية في أوروبا. كلام صحيح، لكن أنك تتمكن من إخراج لاعب من البطولة الوطنية إلى دوريات أوروبية، أعطيني أي نادي جزائري استطاع أن يحقق ما حققه نادي بارادو والأموال التي ضخها. أغلب أندية البطولة الوطنية لا تصدر لاعبين من الفئات الشبانية، دائما ما تجدها تقوم بانتدابات في بداية الموسم من إفريقيا، من لاعبين مغتربين، من لاعبين من أندية هنا في البطولة الوطنية. لكن أن تجد فريق أغلب لاعبيه مكونين في أكاديمية النادي وتم تصعيدهم إلى الفريق الأول، هذا أمر لا تجده في البطولة الوطنية منذ سنوات. هذا النادي لديه أساس صحيح بني عليه، وهو تكوين الشباب بدون محسوبية، بدون بيروقراطية، بدون أي خلفية. يجيك لاعب عنده في رجليه قادر يمد لهذا النادي يدخله يلعب، يجرب حظه، عنده إمكانية يثبت نفسه. إلى هذا لاعب يقدر يروح بعيد ولا لا؟ لكن في البطولة الوطنية لا نشاهد هذا الأمر. هناك أموال طائلة تصرف عند الأندية الكبيرة في البطولة الوطنية، لكن أعطيني لاعب في الموسم يخرج لك ويكون ستار كما عادل بولبينة هذا الموسم. هذا اللاعب الذي قرر الانتقال إلى نادي دحيل القطري تحت قيادة الناخب الوطني السابق جمال بالماضي. صفقة كانت لديها عدة تداعيات. العديد من الصحفيين الإعلاميين محللي كرة القدم مختصين في الشأن الرياضي قالوا بأن الصفقة يعني كان من الممكن أن ينتقل إلى أحد الأندية الأوروبية تكون له فرصة من أجل التطور أكثر. لكن عندما ترى قيمة الصفقة ستتراجع في كلامك. صحيح أنه من ناحية اللاعب لن تكون له فرصة للتطور مثل ما لو انتقل إلى نادي أوروبي، لكن نادي الدحيل له اسمه في قطر وبإمكانه التطور. قيمة الصفقة حسب أغلب التقارير بلغت حوالي 7 مليون أورو، أي ما يعادل 100 مليار سنتيم. تخيل أنه دخل حوالي 7 مليون أورو لخزينة الدولة من العملة الصعبة. يعني إيماجيني لو كان راح يكون عندك تسيير وتخطيط وعمل ممنهج، وين راح تقدر توصل بهذا النادي وبهذا الاستراتيجية وكمية اللاعبين والمواهب اللي تقدر تصدرهم لأوروبا والخليج. الجزائر فيها المادة الخام من اللاعبين، هناك لاعبين مميزين كانوا في البطولات الوطنية. أنا عندي أصحابي لاعبين أقسم بالله عندهم في رجليهم وش يقدر ينافس أغلب لاعبي البطولة ويقدر يروح يحترف في أوروبا يعني بكل سهولة. لكن السابوتاج والمحسوبية والمعارف ووليد فلان وعلان ما خلاهمش يحترفوا. تلقاه ضيع مسيرته الكروية وراه يخدم في دومين خاطئ كامل، واش كان حاب واش كان متمني. وجميع واحد راه يشوف في هذا الفيديو مستحيل ما يكونش عندك واحد تعرفه عنده في رجليه وكان قادر يروح بعيد، لكن التهميش سبب أنه يتراجع عن كرة القدم ويابوندونيها كامل ويروح يخدم في دومين واحد آخر. إيماجيني هذا النادي اللي راه يمنح الفرصة للاعبين الشباب، لاعب يعني بسعر رمزي تدخل للنادي. إيماجيني نتايا تعطي له فرصة اللاعب انه يثبت نفسه، انه يتدرج في الفئات السنية. اغلب لاعبين نادي بارادو تلقاهم كامل خريجين مدرسة النادي. هذا النادي الذي يعتمد على سياسة التكوين تأسس غير في 2007. شوفوا واش قدم للبطولة الوطنية، شوفوا عدد اللاعبين الذين قدمهم للمنتخب الوطني. اعطيني نادي لديه شركات، لديه تكوين، لديه اموال، لديه يعني كل الدعم، لكن لم يستطع تقديم ولا لاعب من أكاديمية النادي إلى المنتخب الوطني. هذا أمر يجب النظر فيه بشكل جدي. إيماجيني لو كان الأندية الجزائرية تنفيستي في هذا الدومين على أساس صحيح، أقسم بالله ما راح تحتاج تجيب لاعبين مغتربين ولا تحللهم. احنا في آخر السنوات الفئة الشبانية للمنتخب الوطني ولا إنجاز في آخر 5 أو 6 سنوات. شوفوا الفئات السنية في المنتخبات الإفريقية، شوفوا اللاعبين اللي صدرهم مثلا السنغال. دائما نضرب المثال بالسنغال لأنه
مثال يحتذى به في تكوين اللاعبين وفي تصدير اللاعبين لأوروبا. أغلب لاعبي المنتخب السنغالي اللي كانوا في الفئات الشبانية اللي شاركوا في الشان ولا في قبلها من المنافسات الإفريقية، أغلبهم راهم منضمين للمنتخب الوطني الأول. لكن كي تجي تشوف البطولة الوطنية واش قدمت للمنتخب الوطني الأول. يجب أن تأخذ الأندية الجزائرية العبرة من هذا النادي. يجب على الدولة الجزائرية أن تدعم مثل هذه المبادرات، مثل هذه الأندية التي لا تعترف لا بالصغير ولا بالكبير ولا بالأموال، ولا تعترف بأنك أنت وليد فلان ولا وليد علان. وباش تعرفوا الخبرة الكبيرة اللي راهي تندار في هذا النادي، الفئات السنية النادي بارادو U15 U17 U19 كامل الدور البطولة هذا الموسم، والفريق تاعهم الأول تاع الأكابر راه مكلاسي المركز الرابع. هنا تشوف يعني المستوى، هنا تشوف بلي هذه الخدمه راهي مبنيه على اساس صحيح، باش يقدك باكلي برك وجوز برك واي لاعب جيبو هذا وليد فلان وليد علان ولونسي. هذا النادي راه مبني على اساس صحيح. راني برك نيماجيني لو كان عندنا، والله غير راني عباك قعدت في اي تحس في نفسي انه ما عندناش انديه كيما نادي بارادو، ما عندناش اكاديميات كيما نادي بارادو، والله ما تربطني بهم لا علاقه من بعيد ولا من قريب. لكن تشوف كيفاش راهم يخدموا، كاين نظره استشرافيه، نظره للبعيد، ما مش يشوفوا قدامهم من لهنا برك. هذا نادي يعني بامكانيات بسيطه برك قدر يكون لك هذو اللاعبين ويصدر لك هذو اللاعبين لاوروبا. يعني ايماجيني لو كان راح يكون الدعم صحيح، ايماجيني لو كان النيفو تاع البطوله الوطنيه راح يطلع. ديجا نادي بارادو ولا سوق معروف في الدوريات الاوروبيه، خاصه الدوري البلجيكي والدوري الفرنسي، ولاو توجور كشافي هؤلاء الانديه ولاو يجوا يشوفوا لاعبين من نادي بارادو. حتى الدوري الانجليزي تشامبيونشيب هال سيتي كشافي هذا النادي في افريل اللي فات، جاوا يشوفوا عادل بولبينا. برك العرض تاع نادي هال سيتي كان ضئيل نوعا ما لما قدمه نادي دحيل. هال سيتي قدم غير 1.5 مليون اورو لعادل بولبينا، بصح نادي دحيل 7 مليون اورو. هذا رقم كبير جدا بالنسبه للاعب في البطوله الوطنيه، ديجا راح يخليه اغلى صفقه في تاريخ الدوري الجزائري. نتمنى التوفيق لعادل بولبينا مع الدحيل القطري تحت قياده الناخب الوطني السابق جمال بلماضي. حتى جمال بلماضي اكد انه ما راحش يخلي بزاف عنده بولبينا، ممكن الى انفجر مع نادي الدحيل راح يخليه يروح يحترف في اوروبا بشكل عادي. انا واحد كنت متمني نشوف عادل بولبينا يلعب في الدوريات الاوروبيه، لكن مع الاسف قرر ينتقل الى الدوري القطري. راح تكون له فرصه بالتاكيد، راح تكون له فرصه، ممكن ايضا ينضم للمنتخب الوطني ويدير مستويات كبيره، ومن الدوري القطري راح يجيب كشافي انديه اوروبيه وراح ينتقل لهذاك النادي، لانه بيتكوفيتش قال لك اللاعب هذايا مانيش نشوفه دوك الان قادر يلعب مع المنتخب الوطني، لكن ربما بانتقاله الى الدوري القطري سيسير على خطى بونجاح ولاعبين اخرين وياسين ابراهيمي، ويتم استدعائه للمنتخب الوطني. هناك كاس افريقيا قادمه، هناك كاس العرب، هناك كاس العالم، يعني راح تكون له فرصه. ما زالوا الفرص، لاعب في عمره 22 سنه برك قادر يروح بعيد في قطر، وقادر يجيب كشافيه الانديه ويتعاقدوا معاه ويروح، باسكو مازال صغير في عمره غير 22 سنه برك. نتمنوا له التوفيق ونتمنوا التوفيق لنادي بارادو. هذا النادي والله ما تربطني به حتى علاقه، لكن عجبني المشروع اللي راهم يخدموا به. هناك الكثير من الانتقادات توجه لهذا النادي، هناك الكثير من الاسرار الخبايا، لكن الاهم انه هذا النادي راه جايب نتيجه، راه يقدم لكره القدم الجزائريه، راه يقدم يعني كي تشوف واش قدم للمنتخب الوطني، ما كان حتى نادي يعني استطاع ان يقدم للمنتخب الوطني. رامي بن سبعيني، هشام بوداوي، هيثم لوصيف، يوسف عطال، عده لاعبين تقدر تقول لي راح وقتهم، لكن الشيء الأكيد أنه هذا النادي قدم للمنتخب الوطني، جاب لك لاعبين، وهذا هو الأساس. احنا إيماجيني لو كان كل نادي في البطولة الوطنية يعطينا حارس، يعطينا مدافع، يعطينا لاعب وسط، يعطينا مهاجم، خلاص، وتجيب شوية لاعبين من أوروبا، المنتخب الوطني راح تكون عنده قوة، راح يكون عنده يعني لاعبين من البطولة الوطنية، راح يموتيفي اللاعب المحلي. أيضا حتى اللاعبين الشباب في البطولة الوطنية راح يكون عندهم شغف من أجل اللعب، من اجل الانتقال الى انديه اوروبيه، باسكو راهم يشوفوا باللي عندهم مستوى، باللي هذا النادي راح يقدر يفتح لك ابواب الاحتراف. علاش ما تلعبش فيه؟ باسكو هذا النادي يمد لك فرصه، على عكس انديه اخرى ما تعطيلكش الفرصه، ما يعطوش الفرصه للشباب، ما يعطولهمش فرصه من اجل اثبات انفسهم. وهذا ما فعل عكسه نادي بارادو، يمنح الفرصة للشباب، يعطي له فرصة من أجل إثبات نفسه، وهذا الأمر الأكيد. نتمنى التوفيق لنادي بارادو، نتمنى التوفيق لعادل بولبينا في تجربته الجديدة، نتمنى أن يظهر لاعبون آخرون قادرين على تقديم الإضافة للبطولة الوطنية وخطف الأضواء مثل ما فعل عادل بولبينا هذا الموسم ب20 هدف في البطولة الوطنية و7 تمريرات حاسمة، يعني أرقام لم نكن نشاهدها يعني خلال المواسم الماضية منذ سنة 2019 ربما زكريا نعيجي. يعني كي تشوف هذا المستوى وتشوف هذه الحصيلة التهديفية للاعب يعني شاب،
والله غير تستبشر انه تشوف نيفو يطلع. نتمنوا التوفيق للنادي والاكاديميه، ونتمنوا التوفيق ايضا لهذا اللاعب الشاب، وان شاء الله القادم افضل. السلام عليكم.